هو احنا ليه بقينا بننسى بسرعه؟ وليه بقيناش نفتكر؟ وليه لما حد بقى يقول لي معلومه بعد ما بيمشي ما بفتكرهاش؟ وليه بني ادمين كتير ببقى عارفاهم وعارفه الناس دي قابلتها في حياتي ومش فاكره اسمائهم؟ ارقام تليفونات كتيره متسجله عندي انا مش عارفه دي ارقام تليفونات مين. حتى الولاد الصغيره المفروض يعني دماغهم اللي فريش اللي ما فيهاش اي حاجه، نبص نلاقي عندهم مشكله في الذاكره. الولاد ما بتحصلش زي ما المفروض يحصلوا. تيجي تقول للولد يا حبيبي اعمل كذا، يجي لك بعد دقيقتين ماما هو انت طلبتي مني ايه؟ في مشكله عندنا. ليه بقينا بننسى بسرعه وما بقاش نفتكر؟ الناس بتبعت لي يقولوا لي احنا عايزين حاجه فيتامينز او سبلمنتس، حاجه بقى تقوي الذاكره، حاجه تخلينا نركز اكتر. اصل احنا على فكره دي مشكله عامه عندنا كلنا. ايه السبب؟ بنركز دايما في حته الاكل، بنركز دايما في حته ناخد ايه ناكل ايه. طبعا حته ناخد ايه وناكل ايه دي مهمه جدا، يعني الاكل عنصر ويعني طريق مهم جدا لموضوع الذاكره وبيفرق جدا. مهم جدا ان احنا ناخد الاسماك الدهنيه، مهم جدا البروتين، مهم جدا المكسرات حتى لو سوداني، مهم جدا الاوراق الخضراء، الفاكهه زي الموز. في عندنا حاجات كتيره، يعني حته ان احنا ناكل الاكل البالانس بتاعنا المتوازن، كل حاجه فيه مهمه جدا للذاكره، خصوصا الحاجات اللي فيها اوميجا 3 زي ما اتفقنا، الاسماك الدهنيه، زي المكسرات، زي زيت الزيتون، زي مثلا بذور الكتان. الحاجات دي مهمه جدا للذاكره عشان مصدر اوميجا 3. والحاجات التانية يعني مش بس اوميجا 3، لا احنا محتاجين ان احنا ناكل اكل متوازن. عايزه حبوب كامله، عايزه بروتين، عايزه فاكهه، عايزه خضار. الاوراق الخضراء يا جماعه احنا بننساها، الجرجير والخس والبقدونس والحاجات دي مهمه جدا عشان تقوي الذاكره. بس زي ما مهم ناكل ايه، في نقطه تانية احنا بننساها، ما ناكلش ايه؟ المواد الحافظه، الالوان الصناعيه. الولاد الصغيرين واحنا الكبار عمالين نبلبع في مواد حافظه وحاجات معلبه وحاجات فيها الوان صناعيه كتير وحاجات يعني مؤذيه بالنسبه لنا كتير. الحاجات دي كلها بتطلع بتاذي جدا كل حاجه في الجسم بما فيها المخ بتاعنا والذاكره، وبنشوفها في تاثيرها على الذاكره. الحاجه المهمه قوي 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 السكريات العاليه اللي بنضربها، السكر المصنع، سكر الفركتوز. الحاجات دي لا يمكن ان تتخيلوا هي بتعمل ايه في المخ. في حاجه اسمها يا جماعه السكريات العاليه لما بتعلى بتعمل حاجه اسمها برين فوج. يعني برين فوج يقول لك بيعمل كانك في غمامه كده في مخنا، في غمامه، في سحابه بتخلينا مش مركزين. عارفين حته ان احنا مش مركزين، مش شايفين الدنيا، المخ مش صاحي، ده بسبب السكريات العاليه. ونخلي بالنا ان من الحاجات اللي بيعملها مقاومه الانسولين انه لقوا ان من النظريات المسببه لمرض الالزهايمر مقاومه الانسولين. نظريه من النظريات المسببه لمرض الالزهايمر ان مقاومه الانسولين ممكن تكون بتتسبب بعد كده في مرض الالزهايمر. فنخلي بالنا قوي من الحلويات والسكريات، احنا بناكل ايه واولادنا بياكل ايه. ده ايتم الاكل. بس في حاجات تانية في حاجات تانية كتيره جنب الاكل بتفرق جدا في الذاكره بتاعتنا، وهقولها لكم بسرعه. اول حاجه النوم، لازم ننام بالليل ونبقى صاحيين زي البني ادمين زي ما ربنا قال في النهار. يبقى موضوع جدا النوم، ان انا انام بالليل وان الكواليتي بتاعت النوم تبقى كويسه، واني مطفيه النور واني مطفيه الموبايل والدنيا هاديه، مهمه جدا جدا في موضوع الذاكره. ثالث حاجه الحركه. يعني الحركه اليوميه العاديه على فكره، بقى احنا بنتكلم بقى لا رياضه ولا جيم ولا تنس ولا سباحه ولا اي حاجه. الحركه العاديه ان انت تروح وتيجي وتتحرك. دلوقتي احنا كل حاجه بتجيلنا واحنا قاعدين في مكاننا. هات لي حبيبي كوبايه الميه، هاتي لي حبيبتي مش عارف ايه، حتى الدليفري مش عارف هات لي من السوبر ماركت. لا بقينا ننزل نشتري طلباتنا، ولا بقينا نتحرك، ولا بقينا نظبط، ولا بنجيب حتى كوبايه الميه لينا. اتحركوا وروحوا وهاتوا وتعالوا. خلوا دايما اليوم يبقى اكتف. انا ضد فكره الانسان الانتوخ، احنا ناس متحركين، ربنا خلقنا ان احنا نتحرك. فالحركه دي بتخلي الدوره الدمويه تتحرك، فبالتالي الدم يوصل كويس للمخ وبالتالي يشتغل كويس وتبقى كفاءته كويس. دي ثالث حاجه. رابع حاجه وهتستغربوني جدا، قال لك خلي عندك علاقات كويسه مع الناس، يعني اخرجوا وتقابلوا. بلاش حته ان احنا عمالين نتصاحب ونبعت وكده على السوشيال ميديا، الواتساب. قال لك اطلعوا وخرجوا وتقابلوا. ليه؟ لان الناس لما بتشوف بعض وبتقعد مع بعض وتحكي وتهزر وتضحك وتعمل الحركات بتاعتها دي، الحاجات دي قال لك ان هي بتفرق جدا في نفسيتنا. لما بتفرق في نفسيتنا بتقلل اعراض الاكتئاب وتقلل اعراض التوتر العصبي والستريس والضغوطات اللي احنا بنحس بيها. مش بنقعد حتى مع اصحابنا يقول لك ده انا لما قعدت معاك والله ارتحت جدا. الحته دي بتقع مننا، خلي بالكم. فلو سمحتوا نخرج ونتقابل ونعمل علاقات حلوه بالناس اللي حوالينا ونقعد مع بعض، عشان ده بيقلل جدا من التوتر والستريس، وبالتالي بيحسن من جوده المخ والتفكير. حلو قوي. قال لك انت بقى لو انت بجد انسان نساي، حاول تكتب، يبقى في اجنده وفي نوته، نكتب الحاجات المهمه اللي المفروض نطلب منها. خلاص انا دلوقتي بعاني ان انا ذاكرتي بقت بعافيه، مش بفتكر كل حاجه. نبتدي نكتب، لان احنا لما بنكتب بنقلل قوي اللود، حته ان احنا عمالين كل شويه هو انا عليا ايه، هو انا ورايا ايه، هو انا مطلوب مني ايه. فبنقلل الحته دي من المخ عمال رايح جاي فيها،
في حاجات مش مهمه، خلاص الحاجات مكتوبه وانا عارفه انا هعمل ايه، وفي نفس الوقت انا دماغي بتبتدي تفكر في حاجات تانية. ما افكرش في حاجات كتيره مع بعض، افكر في حاجه حاجه. ليه؟ لان انا كل ما بزود التشتت وبزود في الحاجات اللي بفتكر ورايا حاجات كتيره قوي وعايزه اعمل حاجات كتيره قوي، والحاجات الكتيره اللي بفكر فيها دي بتشتتني. فخليني على قد ما اقدر حاجه حاجه، اخلص حاجه حاجه وافكر في حاجه حاجه وتخلص. بس مهم جدا الموضوع ان احنا نكتب، يبقى معانا اجنده ونوته. مش عيب على فكره، انا بمشي بنوته واجنده من رابعه ابتدائي. تمام. مهم برضو ان لو انت عندك حاجات معينه مثلا ما بتبقاش عارف مكانها، مثلا نظارتك، موبايلك، مفاتيحك، ثبت الاماكن. يعني ثبت اماكن الحاجات دي، خليها عشان برضو ما ترهقش نفسك ان انت عامل نظارتي فين، نقعد بقى ندور ونلم العيال يدوروا لنا على حاجاتنا. من الحاجات بقى اللي احنا ناسيينها خالص خالص، الشاشات الموبايل اللي احنا قاعدين عليها طول النهار دي. شاشه الموبايل، شاشه التابلت، وقعدتنا على التلفزيون، الحاجات دي بتخلينا ايه؟ بتخلينا دايما مستقبلين. المخ خلاص ما بقاش بيشتغل، احنا قاعدين بنستقبل، عمالين نستقبل في داتا ومعلومات وكلها تافهه وكلها هايفه وملهاش اي لازمه ولا ليها اي قيمه. فبالتالي دماغي بطلت تشتغل، احنا مستقبلين. فبالتالي ما نزعلش قوي على اولادنا انهم مش مركزين، ما هو طول النهار قاعد عمال يلعب جيمز عبيطه وهبله، واخده كل تفكيره واخده كل دماغه، ما بيفكرش. احنا ما بنفكرش. فاكرين زمان الكلمات المتقاطعه اللي كانت في الجورنال دي؟ طلعت اختراع. انا عايزه اقول لكم ان دلوقتي العالم ينادي ان الكلمات المتقاطعه ترجع تاني، والناس تبدا ترجع تاني تحل كلمات متقاطعه. الحاجات دي اللي بتعمل ايه؟ يقول لك البرين ده او المخ ده زي العضله، محتاج على طول انه يشتغل. لو انت سبتها هتكسل. مخنا بيكسل يا جماعه، مخنا بيكسل، وبنملاه كمان بحاجات ملهاش اي لازمه. فبالتالي احنا محتاج مننا ايه؟ ان احنا ندرب العضله دي. قال لك احفظ كل يوم مثلا ايه من ايات القران، او احفظ بيت شعر، حل سودوكو، حل كلمات متقاطعه، اعمل اي حاجه تخلي ان الدماغ، حل مسائل رياضه وماس. انا بحب الماس مثلا. يعني نشغل دماغنا، نشغل العضله اللي وقفت وركنت. مارك بقى الله يسامحه خلى الدنيا تنام خالص عندنا، بقينا مستقبلين عمالين نستقبل في داتا، لكن مخنا وقف. عشان كده احنا الذاكره عندنا معاكيه. اعملوا الحاجات دي واسمعوا كلامي في الحاجات دي، بجد هتفرق معاكم على المدى الطويل. طبعا انا ما بتكلمش لو حد مثلا عنده مشكله بقى مش متظبطه صحيه زي ضغط او سكر او كوليسترول، الحاجات دي بتفرق جدا طبعا في الذاكره. فده طبعا احنا دي قصه ثانيه يا جماعه. اللي عنده مشكله صحيه مش متظبطه ده يروح للدكتور بتاعه ويظبطها قبل ما نتكلم في اي حاجه. وبعد كده نتكلم في اكل، ونتكلم في نوم، ونتكلم في ستريس، ونتكلم في علاقات طيبه بالناس اللي حوالينا، نتكلم ان احنا ندرب ونبتدي نشغل دماغنا. بلاش نبقى قاعدين مستقبلين ونستقبل داتا من غير اي لازمه كده وايه متنحين، وبعد كده نرجع نشتكي احنا ما نفتكرش ليه. اشوفكم على خير، معلش طولت عليكم شويه بس الفيديو مهم. يلا باي باي.